خويا المقاول اختي المقاوله، السلام عليكم. اليوم غادي نهضر لكم على واحد السوق ممكن تستافدوا منه فابور. غادي نسولكم شحال ممكن يدوزوا ديال الناس في النهار حدا المحل التجاري في الشارع. 1000 2000 10000. هذا المحل كيدوزوا حداه 81 مليون ديال الناس يوميا. هاد الارقام اللي كنعطيكم مبنيه على معطيات صحيحه. الا كانت المقاوله ديالك كتحل من الصباح حتى العشيه، هذا المحل ما تيسدش 24 ساعه على 24 وكيبقى حل ايام الاسبوع كامله. وحتى بالنسبه للشهره ديال المقاوله ديالكم غالبا ما كتعداش الزنقه ولا الحومه ولا الشارع اللي نتوما فيه، وحتى الا كبر المشروع كاع ما كيفوتش المدينه او القريه ديالكم. هذا الفضاء يقدر يخليكم معروفين في المغرب كامل، وعلاش لا في العالم، كيف ما داروا مجموعه ديال المقاولين الشباب اللي بحالكم اللي خرجوا الاركان من القرى الصغيره للعالم كامل. والفكره كانت بسيطه وكبروها بروح العزيمه. وقيلا شو وقتكم بزاف. ايوا دابا كيف كيقولوا المراكشيين غادي ندوزو للمسكي. هذا السوق خويا المقاول اختي المقاوله هو الانترنت او الويب، يعني التجاره الالكترونيه او الاقتصاد الرقمي. شحال من واحد فيكم غادي يقول لي واش انا قادر نروج المنتوج ديالي في الانترنت؟ غادي نقول له اييه ممكن، وغادي نوريك طريقه بسيطه غير تبع معايا خطوه بخطوه. هذا السوق الكبير اللي هو الانترنت وهذه التجاره اللي سميتها الاي كوميرس يمكن لكم تستخدموها كسوق تكميلي، يعني تستعنوا بها الشهره ديال المحل ديالكم، او تعتمدوا عليها كواجهه رئيسيه، يعني الانترنت كيولي هو لا فيترين ديال المحل ديالك. الا ما كانش عندك مقر تجاري وبغيتوا تربحوا وتروجوا السلعه ديالكم، حيت الانترنت فضاء كبير وعالم ديال البيع والشراء والتواصل مع الزبناء. وحتى الوسائل اللي غادي تستعملوها باش تروجوا المنتوج ديالكم هي وسائل بسيطه كتعرفوها وتستعملوها كل يوم. هي مواقع التواصل الاجتماعي بحال فيسبوك، يوتيوب، واتساب، وحتى سيت انترنت اذا كان عندنا. خويا المقاول اختي المقاوله، قبل ما نختم الحلقه ديالنا غادي نذكركم باهم النقاط. الانترنت سوق جديد يمكن لك تستافد منه فابور، سواء كان عندك المحل التجاري او لا. كنتمنى ان هذه الحلقه تكون عطاتكم فكره في المتناول ديالكم. فوق هذا الشيء يمكن لها تكون فابور. في الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه باش نروجوا المنتوج ديالنا في الانترنت ونحولوا مواقع التواصل الاجتماعي اللي غالبا ما كنستعملوهم للترفيه والتسليه الى مورد يدخلنا الفلوس. وما تنساوش اي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. في امان الله.